عمرِك كده وقفتِ مع نفسِك وسألتِ يا ترى هو الصوت اللي جوايا ده صوت بيحضني ويطبطب كده عليَّ والّا صوت بيجلدني؟ في ناس للأسف بتجرحنا وبيبقى في مواقف بتوجعنا، بس أوقات بنكون آآ يعني أوقات أكتر حد بيوجعنا وبيكسرنا للأسف بنكون إحنا اللي بنوجع قلبنا وإحنا اللي بنكسر قلبنا وبنكسّر نَفْسنا حتّة كده بحتّة. فيا ترى الصوت اللي جواكِ ده هو بُصّي يا إمّا هيكون طبطبة آآ أو يا إمّا هيكون بقى عصاية بتجلد فيكِ. فقولي لي كده في الكومنتات وأنا باتكلّم معاكم، يا ترى الصوت اللي جواكِ ده أنهي صوت فيهم، صوت طبطبة وحنيّة والّا صوت عصاية وجلد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وعافية يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آآ عايزة أقول لو أنتِ بقى جديدة ولسه بتشوفي الفيديو ده أو بتشوفي قناتي لأول مرّة، مش هاقول لِك ما تنسيش بقى تدوسي اشتراك في القناة وتضغطي لايك، يعني اللايك بيفرق، إن الفيديو بيوصل لبنات تانية وستات ويكونوا محتاجين الكلمة الحلوة دي، يعني الكلمتين الحلوين إن شاء الله اللي هنتكلم فيهم، بيكونوا محتاجين حد كده يطبطب عليهم يعني، فيا ريت لو كلامي ده عجبِك ولمس قلبِك ما تنسيش الاشتراك واللايك، ويالّا بينا بقى نبدأ حكايتنا. حكايتنا النهارده هنتكلم مع بعض عن الصوت اللي جوانا، بُصّي الصوت اللي جواكِ ده هو بيبقى صوت ما بيطلّعش صوت عالي، يعني إحنا مش بنسمعه بوداننا تمام، بس بنحسّه بقلبنا. آمم ممكن الصوت بقى إيه، اللي تلاقيه بيقول لِك أنتِ فاشلة، أنتِ مش نافعة في حاجة، أنتِ مش هتقدري تعملي كده، مثلًا لو عايزة تاخدي خطوة جديدة في حاجة، آآ أنتِ لأ أنتِ غبية، أنتِ مش هتنفعي في حاجة، يفضل بقى إيه، يكسّر كده جواكِ آآ و في صوت تاني بقى، في ناس كده، في صوت تاني على العكس تمامًا، هتلاقيه دايمًا بيقول لِك إيه، لأ أنتِ غلطتِ عادي حاولي تاني، أنتِ تعبانة بس شوية، أنتِ محتاجة ترتاحي شوية، آمم أنتِ وقعتِ، عادي هنقوم تاني ونكمّل. غلطتِ في حاجة مثلًا كده فيقول لِك أصل الغلطة دي مش هي النهاية، هنكمّل، هنتعلم من الغلط اللي إحنا غلطناه، هتلاقي كده إيه، هيِّن ولَيِّن وبيتعامل كده معاكِ بأسلوب حلو حتى، تلاقي نفسِك بتقولي لنفسِك أصلًا لأ أنا أستاهل إني أتعامل كده بلطف، إني أتعامل أحسن حاجة صح؟ يا ترى أنتِ بقى صوتِك زي أنهي صوت فيهم، زي مين؟ زي اللي صوتها كده بيكلمها بحنيّة وبطبطبة، والّا الصوت اللي بيزعّق اللي عامل نَفْسه كده بيبقى قاسي في أسلوبه وبيبقى قاضي وبينفّذ حكمه عليكِ؟ آآ قولوا لي أنتم أنهي صوت؟ لإن موضوع الصوت اللي جوانا ده فعلًا مهم أوي، لإن لمّا الصوت بيبقى كاسر،
يعني في بنات كتير أوي عايشين تحت ضغط وتحت ظُلم الصوت اللي جواهم ده، الصوت اللي بيحكم حُكم ظالم أوي ده. تلاقيها يا حبيبتي كل غلطة جلد، مش عارف كل تقصير عندها وكل مثلًا ما تقصّر في حاجة أو كده تلاقيها بتشتم نَفْسها وتقِل كده من نَفْسها. مثلًا يا حبيبتي كل أمّا تمُر مثلًا بتجربة فاشلة في حياتها عمومًا يعني، أصل أنتِ مش نافعة، أصل أنتِ مش هتنفعي في حاجة. أيوه طيب ليه؟ يعني مثلًا تغلطي ولو ممكن حاجة بسيطة عادي كل الناس بتغلط فيها مثلًا يعني، أصل أنتِ غبية، أصل أنتِ ما فيش أنتِ مش زي الناس التانية، أصل أنتِ فنفضل كده تضغط في نفسها، تضغط في نفسها وتكسّر في نفسها جواها، يعني ليه كده؟ يعني المفروض نبقى رحيمين شوية. تلاقيها يا عيني تُقع مثلًا إيه، تقول لنفسها إيه أنا وقعت خلاص، أنا مش هاقوم تاني، ما هي الوقعة دي خلاص جابتني الأرض، صح؟ مش بيحصل؟ يعني قولوا لي بيحصل والّا لأ، والّا أنا باقول مثلًا كلام أنا بس اللي سامعاه أو أنا بس اللي شايفاه أو فاهمين؟ يعني لأ، أنا باشوف كتير أوي كده، يعني سواء أنا ممكن أكون مرّيت بأوقات كده، حد حواليّا ألاقي يعني صحابي، إخواتي، أهلي، فاهمين؟ ف لقيت الموضوع ده مهم أوي إني بجد أتكلّم فيه معاكم. فزي ما قُلنا يعني بيكون حُكمه الصوت الكاسر ده اللي بيكسّر جوانا ده حُكمه ظالم وحُكمه بيبقى قاسي أوي علينا، رغم إن ربنا سبحانه وتعالى قال يعني إحنا إزاي بننسى ده أصلًا، يعني بتنسوا إزاي إن يعني ربنا نَفْسه قال ولا تيأسوا من روح الله، يعني طول ما يعني يعني إيه، يعني طول ما أنتِ بقى في صِلة بينِك وبين ربنا، أنتِ المفروض أصلًا وربنا ما تيأسيش من رحمته، تمام، يعني إحنا ما ينفعش نيأس منه. طيب فأنتِ بقى لو نِفْسِك أصلًا فيها صِلة يعني في علاقة بينِك وبين ربنا، عمرِك ما هتوصلي لليأس، توصلي له ليه؟ تيأسي ليه وتيأسي من إيه؟ وما يبقاش عندِك أمل ليه وعندِك طموح ليه وعندِك هدف عايزة توصلي له ليه مهما كنتِ بتُقعي كام مرّة، إيه يعني؟ إيه اللي فيها؟ هاجرّب تاني، يعني عادي غلطت، طَب ما كُلّنا بنغلط. آآ فشلتِ في حاجة وماله، فشلت في الحاجة دي، هاجرّب حاجة تانية غيرها. فأنتِ يعني الصوت اللي جواكِ ده الكاسر ده بقى، يعني بيخلّيكِ أصلًا إنِّك تخافي تجرّبي حاجة جديدة، تخافي إنِّك تغلطي مثلًا غلطة تانية من الحُكم بقى اللي هتحكمي على نَفْسِك بيه، تخافي إنِّك تكبري وإنِّك تنجحي في حاجة أنتِ عايزة توصلي لها، هو بيخلّيكِ كده بقى، بيوصّلِك للدرجة دي، فتلاقي إيه، كإنه بيقول لِك خلّيكِ كده، خلّيكِ خايفة وخلّيكِ ساكتة وخلّيكِ صغيّرة، خلّيكِ يعني ما لكيش عايزة أقول ما لكيش قيمة، يعني مكسورة كده وحزينة وقافلة على نَفْسِك. طيب وبعدين، هو ده كويس؟ هتلاقي بقى يعني على عكس الصوت اللي بيطبطب بقى، تلاقيه كده صوت حنيّن ولَيِّن في أسلوبه، وصوت كده فيه رحمة، ما هي في صِلة بقى، في صِلة مع ربنا، فتلاقي رحمة ربنا أصلًا موجودة في قلب الشخص ده، تلاقي الصوت نَفْسه آآ يعني جميل كده، بيتعامل بحُب. ما هو مش معنى إني باقول الصوت اللي بيطبطب والصوت الحنيّن ف فده يبقى مُبرر للغلط، أنا ما باقولش كده،
يعني مش عايزة أقول إن غلطت، طبطب يا حبيبي، وماله اغلط كمان، لأ أنا ما أقصدش كده، أنا عايزة أقول إني أتعامل مع الغلط بحُب. يعني إيه، يعني مثلًا بدل ما أقول لنفسي أنا فاشلة، تمام، لأ أنا مش فاشلة عادي، أنا يمكن ما أخدتش بالي من كذا وكذا، لكن المرّة الجاية هابقى إن شاء الله هانجح في الحاجة دي مش هافشل. مثلًا يعني إيه، يعني عملت حاجة، مشروع، تجربة مرّيت بيها، شغل، أي حاجة في حياتِك وما ضبطتش، ما كانش ليكِ فيها نصيب، أقعد بقى أجلد في نفسي وأقول أصل أنا قصّرت، أصل أنا م ف مش هانفع مثلًا في الحاجة دي، أصل أنا لأ، والله ده مُقدَّر لي إن أنا أمُر بالتجربة دي علشان آخُد منها درس وأتعلّم، علشان لمّا آجي أقوم أبقى أقوى وأبقى فاهمة وعندي وعي أكتر وأعرف يعني أوصل فعلًا للنجاح، أصل النجاح ده إحنا زي ما قُلنا قبل كده مش بنطلع السلِّم كده مرّة واحدة، لأ يعني خطوة، خطوة لازم هاقع وأقوم وأفشل مرّة وأنجح مرّة، ده طبيعي يعني. ف مش نهاية يعني أغلط أو أقع أو يعني أمُر بتجربة فاشلة أو، لأ دي مش نهاية الدنيا يعني خلاص لأ، يعني لأ إن شاء الله أقول لنفسي كده بحُب، لأ إن شاء الله أنا هابقى المرّة الجاية أحسن، الغلطة دي أنا غلطتها، لأ ما كانش ينفع أصلًا أعمل كده، الأفضل إني كنت أعمل كذا. وأبدأ أعوّد نَفْسي إنّي أتعامل مع الأمور اللي زي كده اللي أنا بامُر بيها في حياتي بهدوء، يعني ده ربنا قال يعني إن الله يحب التوابين، يعني ربنا بيحب العبد اللي يغلط ويرجع يتوب، صح؟ طيب هو مش بيحب اللي يغلط ويرجع بقى يكره نَفْسه ويعقّد نَفْسه ويبقى مخنوق ويتضايق ويدخّل بقى الشيطان، لأ هو ما قالش كده، هو قال يعني مثلًا غلطت ارجع توب، وهو رحيم طبعًا بعباده، هيرحم وهيغفر، بس بإيه، إنّك ما تكرّرش الغلط ده تاني، صح كده؟ هو إحنا بنعمل كده بقى مع نَفْسنا. يعني إحنا المفروض نتعلّم بقى من ربنا بيعاملنا إزاي، وإحنا نعامل نَفْسنا دي إزاي، فإذا كان هو ربنا نَفْسه يعني رحيم، أنا مش هابقى رحيم بنَفْسي، هو رحيم بيّا أنا، أنا هاكون قاسي على نَفْسي، أقسى ليه على نَفْسي، أكون قاسية ليه؟ فيعني بُصّي تلاقي بقى الصوت اللي بيطبطب ده والصوت الحنيّن ده، تلاقيه بيقول لِك بقى إيه، آآ يعني بدل ما يقول لِك بقى أنتِ غلطتِ، أنتِ مش عارفة إيه، لأ هتلاقيه يقول لِك إيه، لأ أنتِ هتبقي أقوى، أنتِ إن شاء الله تبقي أكبر من كده، تبقي أنجح من كده، أنتِ هتبقي مثلًا يعني فاهماني؟ يفضل يدعم فيكِ كده، تكلمي نفسِك وتفضلي كده تسندي نفسِك، أنتِ هتبقي حاجة مش عارفة إيه، أنتِ كده يعني فاهماني؟ غلطتِك دي خلاص اتعلمنا منها درس، عدِّت مش هنكررها تاني، نتكلم بحنيّة كده، نتكلم بلين مع نفسنا، يعني إحنا أولى بنفسنا إن إحنا نعاملها المعاملة الحلوة، يعني بُصّي، أصل أنتِ أكرم من أي حد آآ إنه يكسرِك أو أنتِ أكرم على نفسِك إنِّك تهوّني عليها. وإنِّك يعني يبقى بإيديكِ أنتِ إنِّك ت ت ت تلي تليّني قلبِك ويبقى في لين كده ورحمة وهدوء، آمم،
عايزاكِ بقى ردي عليَّ كده وقولي لي يا ترى أنتِ بتكلمي نفسِك إزاي؟ يا ترى بتجلديها والّا بتطبطبي عليها كده وحنينة عليها؟ آآ يعني بُصّي افتكري كده مثلًا زي إيه، تخيّلي كده واحدة صاحبتِك جاية تحكي معاكِ وبتقول لِك أنا عملت كذا، كذا وغلطت في كذا مثلًا أو فشلت عملت مش عارفة إيه، وفشلت في الموضوع كذا أو في التجربة كذا، يا ترى أنتِ هتردّي عليها تقولي لها إيه بقى؟ هتقولي لها أصل أنتِ فاشلة، أنتِ مش نافعة في حاجة، ما أصل أنا قُلت لِك أنتِ مش هتنفعي، أصل أنا قُلت لِك هتقولي لها كده يا ترى؟ أكيد لأ، صح؟ هنقول لها إيه؟ أكيد هتقولي لها بقى لأ إن شاء الله عادي أنتِ غلطتِ ما تكرّريش الغلط ده وإن شاء الله يعني تعملي حاجة بقى أحسن تعوّض وتريّح كده ضميرِك بالغلط اللي أنتِ غلطتيه، أو مثلًا فشلت في حاجة عادي كُلّنا بنفشل وكُلّنا بنقوم تاني وبننجح، آمم يعني قومي تاني كده. أنتِ ليه ما تقوليش الكلام ده ليكِ أنتِ، لنفسِك، ليه تكوني حنيّنة على غيرِك ومش حنيّنة على نفسِك، بتهوّني على غيرِك ومش بتهوّني على نفسِك، رغم يعني إن نفسِك دي هي أولى بكل كلمة حلوة أنتِ بتقوليها لأي حد، نفسِك مش محتاجة منِّك قسوة علشان تقعدي تقسي وتكسّري فيها كل شوية وتجلدي كده في نفسِك. لأ، المفروض إنِّك تعاملي نَفْسِك آآ يعني لمّا أنتِ نَفْسِك هتعاملي نَفْسِك بقسوة، إزاي مستنية من اللي حواليكِ يعاملِك كويس قولي لي؟ يعني سؤال أهو والله يعني سؤال كده جِه على بالي، أنتِ إزاي؟ قولي لي كده، إزاي أبقى أنا قاعدة مستنية أسمع كلمة حلوة من أختي وأسمع كلمة حلوة من صاحبتي وأسمع رَد فعل كويس من أهلي ومن اللي حواليّا وأنا أصلًا ما باقولهوش لنفسي، طب هتسمعيه إزاي من غيرِك؟ ف يعني أنا زي ما باقول لِك يعني أنتِ أولى بنفسِك، أولى بنفسِك إنِّك تطبطبي وتحنّي عليها وإنِّك تكلميها آآ ب بأسلوب أرقى وألطف من كده. يعني بُصّي، أصل إحنا يعني باحس نفسنا جوانا عاملة زي إيه، زي الطفل الصغير، أنتِ بتربّيه على حاجات معيّنة، نَفْسنا دي برضه إحنا بنربّيها، فإحنا بنربّيها بقى على إيه، يعني لمّا تجيبي طفل صغير مثلًا وكل شوية بقى تزعّقي فيه كده و وتشخطي تمام، الطفل هيحصل له إيه، هيخاف صح، هيبقى خايف، هيخاف يجرّب، هيخاف يعمل، هيخاف. طيب إنّما بقى لو اتعاملتِ كده بطبطبة و يعني تطبطبي كده عليه وتفهّميه لأ الحاجة اللي أنت عملتها دي غلط، المفروض نعمل كذا، تمام، فالمرّة الجاية إن شاء الله يا حبيبي هنعمل اللي أنا قُلت عليه ده، بالراحة وبهدوء. طيب هنا الولد بقى هيحصل له إيه؟ هيبقى خايف؟ لأ مش هيبقى خايف خلاص، بالعكس أنتِ بتدّي له قوة إنه يبقى عنده يعني يبقى قوي كده وعنده شجاعة إنه يحاول المرّة الجاية ما يكرّرش الغلط ده، وإنه يبقى متطمن، بيعمل ده وهو متطمن مش خايف. فيعني أنتِ بقى نَفْسِك دي أهي عاملة زي الطفل الصغير ده. أنتِ بقى اللي تربّيها، تربّيها على إيه، تربّيها على الرحمة، تربّيها على اللين، تربّيها على الهدوء، الكلمة الحلوة، إنِّك تطبطبي على نَفْسِك وتحضنيها، وكل ده خلّي بالِك لمّا تبقي كده مع نَفْسِك هتلاقي ده أصلًا بينعكس في أسلوبِك وفي تعاملاتِك مع اللي حواليكِ عليهم، يعني على اللي حواليكِ. يعني مش بيبقى بس جواكِ، فاهماني؟
بس فأنا يعني برضه آمم آآ في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، الحديث بيقول: "إن الله رفيق يحب إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كُلّه." تمام؟ يعني ربنا بيحب اللَّين أو اللين في الأسلوب، وبيحب إنِّك تكوني رفيقة كده يعني بنَفْسِك، بروحِك أو اللي حواليكِ في العموم يعني، لكن أنا باتكلّم هنا عن يعني ده إحنا دايمًا نقول الرفق بالحيوان فمعقولة نبقى بنرفق أو يعني نبقى بنحِن على الحيوان ونطبطب عليه ونَفْسنا لأ، أكيد يعني لأ، مش معقول يعني. ف هو ربنا بيحب كده، بيحب التعامل بهدوء، التعامل كده بكل بساطة يعني. فإحنا يعني إذا كان ربنا بيحب إنه يعامل عباده بالأسلوب ده وبالطريقة دي، فإحنا إزاي نرضى إن إحنا نكون قاسيين على نفسنا وبنعاملها بمنتهى يعني القسوة والحكم الظالم ده اللي إحنا بنحكمه عليها. فأنا عايزاكِ بس إيه، تكوني كده رفيقة بنفسِك، ومش كل يوم تجلدي فيها، مش كل يوم جلد، مش كل يوم بقى لوم وعتاب وحساب عسير، لأ يعني هوّني يا حبيبتي كده على نفسِك، كُلّه بيعدّي وكُلّه بيمُر بكل اللي أنتِ بتمُرّي بيه، بس بتبقى يعني مواقف مختلفة أو ظروف مختلفة مش أكتر. فيعني عايزاكِ بقى إيه، عايزاكِ كده تجرّبي آآ كل ما الصوت اللي جواكِ ده يعني يقول لِك لأ أنتِ فاشلة، ردّي عليه قولي له لأ أنا إن شاء الله أنا هانجح، أنا هابقى ناجحة وهاوصل لحاجة كبيرة أوي. مثلًا يقول لِك أصل أنتِ وِحشة، أنتِ مش عارفة أنتِ غبية، لأ أنا مش وِحشة، أنا تعبانة بس شوية، أنا محتاجة إن أنا أرتاح شوية علشان أقدر مثلًا إن أنا أكمّل. آمم لأ أنتِ غبية، لأ أنا مش غبية، أنا ما كنتش فاهمة ودلوقتي فهمت وعرفت وهابدأ إن شاء الله هاطبّق اللي أنا عرفته واتعلّمته ده. لو أنا مرّيت مثلًا بتجربة فاشلة وأصل أنتِ فاشلة، لأ أصل أنا ما فشلتش عادي، أنا جرّبت وآمم ده شرف ليّا، يعني دايمًا نقول يعني إيه، إن كل ما أجرّب ده شرف إن أنا أفشل وأرجع أنجح بعد كده، ما لولا إن أنا اتعلّمت لولا إن أنا فشلت، لولا إن أنا اتعلّمت، لولا إن أنا وصلت للنجاح. زي ما قُلنا ما حدش بيوصل للنجاح إيه، مرّة واحدة. فيعني أنا عايزاكِ بقى تكلّمي نَفْسِك كده يعني زي ما بتحبّي أي حد يكلّمِك، كلّميها بلطف، ما تكلّميهاش بقسوة. أنتِ بجد والله تستاهلي بُصّي آآ الطبطبة والحنيّة دي أنتِ تستاهليها. أصل يعني بُصّي عايزة أقول لِك إيه، أنتِ قلبِك ما هو مش مَكَنة شغّالة بقى فَرْم كده، لأ يعني أنتِ قلبِك إيه، أصل هو أنتِ بتزعلي وبتتعبي وبتتوجعي وبتتكسري وبعدين لأ بارجع أحاول بقى، بارجع أعمل، فأنتِ مش مطلوب منِّك آمم يعني إنِّك تكوني كاملة، إنِّك تكوني مثالية في كل حاجة، ناجحة بقى في شغلِك وفي حياتِك، في بيتِك مع أولادِك ومبسوطة طول الوقت و لأ، على فكرة ما فيش حد كده خالص، واللي أنتِ متخيلة إنِّك شايفاه من برّه كده إحنا زي ما قُلنا قبل كده،
بيبقى في حاجات مش ظاهرة ليكِ أنتِ مش شايفاها، فما تحكميش على نفسِك إنِّك لازم يا إما تبقي مثالية يا إما لأ أنا كده آآ لأ أنتِ مش مطلوب منِّك كده، أنتِ المطلوب منِّك إنِّك بس تكوني رحيمة بنفسِك أكتر من أي حد، وما تقسيش عليها، لإنه ما ينفعش أصلًا إنِّك أنتِ اللي تقسي على نفسِك، لمّا أنتِ هتقسي على نفسِك يبقى اللي حواليكِ هيعملوا فيكِ إيه؟ آآ يعني خلّي دايمًا الصوت اللي جواكِ ده صوت يحضنِك ويطبطب، مش صوت يعني زي السكينة كده بتكسرِك والّا تجرحِك والّا لأ، خلّي جواكِ نور، مش سواد بقى وضلمة لأ، خلّي ده اللي جواكِ. يعني أنا عايزة بُصّي في الآخر يعني أنا طوّلت عليكم أوي، عايزة يعني الصوت اللي جواكِ ده يكون أقرب صاحب ليكِ. ما هو بُصّي، ما هو يا إما هيكون أمان ليكِ، يا إما هيخلّيكِ تبقي في سجن، وأنتِ اللي بإيدِك إنِّك تختاري تخلّيه إيه، هتخلّيه بيطبطب على نَفْسِك ويسندِك ويقوّيكِ والّا آمم، والّا هتختاري إنه بقى يكسرِك ويهدِّك ويوقّعِك وما يبقاش ليكِ أي دور في الحياة كده. يعني بُصّي خلّي بالِك دايمًا آآ يعني ربنا قال: "ورحمتي وسعت كل شيء." إذا كانت رحمة ربنا كانت وسعت الدنيا دي كلّها، يعني رحمته كبيرة جدًا، فيبقى أول حاجة تستاهل الرحمة دي أنتِ، أنتِ اللي تستاهلي، صح؟ فخلّي كده إيه، يعني خلّي صوتِك جواكِ يقول لِك كل يوم آآ لأ أنتِ بتعملي اللي أنتِ تقدري عليه، آمم يعني أظن ده كفاية أوي، كفاية أوي إن أنتِ تبقي أنتِ اللي بتدعمي نَفْسِك وبتشجّعي نَفْسِك. طوّلت عليكم أوي في الفيديو والله يعني كنت متخيلة إن أنا هاعمل فيديو كده صغير وأقول كلمتين، بس يعني الوقت خدني معاكم. إن شاء الله أشوفكم بقى في فيديو جديد وموضوع جديد مهم جدًا، استنوني الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.